بصراحة ما توقعتش ان السماعة الكيو سي واي تكون فيها كل الامكانيات دي موجودة على الابليكيشن. اهلا بيكم فيديو جديد، معاكم عمرو عماد، والنهارده هنشرح السماعة الكيو سي واي تي 13 اي ان سي. وفعلا طلع فيها عزل. اول حاجة محتويات العلبة بيجي معاها مقاسين من التبات ووصلة تايب سي. السماعه الخامات بتاعتها لطيفه وحجمها في الودن مناسب جدا، بس بصراحه اللي فاجئني في السماعه دي لما فتحت الابلكيشن بتاعها تقدر تعرف مستوى الشحن في كل فرده من السماعات. بص بقى المفاجآت اللي فيها، الساوند افكت او المؤثرات الصوتيه، ممكن تعملها بوب، بيز، روك، وتغير الصوت، وفعلا دايناميك شويه وتحس ان في فرق في السماعه. تشغل ان اف سي وتلغيه. اللي عجبني فيها قوي بقى بصراحه فايند ماي ايربودز. يعني لو دلوقتي السماعه ضاعت منك، كل الناس بتعمل ايه؟ بيخليك ان انت ترن على السماعه فتطلع صوت من خلال الابلكيشن. لا، ده بيجيب لك اللوكيشن بتاعها على الماب. ومن الحاجات التانية القوية قوي في السليبنج مود في السماعة دي ان مجرد ما بتشغله بيفصل اي تاتش على السماعة عشان خاطر وانت نايم ما يتغيرش اي حاجة او يخرج بره التراك اللي انت بتسمعه. الحاجات اللي عجبتني في الابلكيشن. لكن لو جينا بقى لامكانيات السماعة فهي 4 مايك معاك لحد 7 ساعات استخدام. شرح سريع ومختصر للسماعة كيو سي واي.